عسلامة الناس الكل، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا الكراميل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة بلاش كريم فريش. بما انه بدينا نحضروا في اللي جاتو نتاع راس العام، دوك نسحقوا كراميل في برشا وصفات، في اللي جاتو، في اللي تاغت، في برشا وصفات اخرين. دونك تبعوا الفيديو الاخر وما تنسونيش في الجيم والبارتاج. وبالنسبة للمكونات كما قلت لكم، مكونات بسيطة بلاش كريم ليكيد. دونك نستحقوا 200 ملل حليب، 200 جرام سكر حبيبات، و30 جرام زبدة، و20 جرام نشا. لهنا أول حاجة بديت بها، خديت 5 مغارف حليب، حطيتهم فوق النشا وحركتهم، أنا حليتهم بالكدا وخليتهم على شيرة. دونك لهنا ناخدو السكر نحطوه على في مقلة هكا، ولا في حاجة تكون محلولة معناها، ونحطوه على نار هاديه، ونبداو كما تشوفوا لهنا نخليوه من الاول لين هكا شويه فيه يبداو يذوبوا، وبعد كده نبداو نحركوا لين يذوب السكر الكل كي ما عادش يقعد حتى طرف حتى كتل معناها بالطريقه دي. ولهنا تو نزيدوا الزبده تكون معناها طريه بحراره المطبخ، معناها خرجوها قبل وقت من الفريجيدير، ما تكون جامده معناها. دونك نحطوها ونذوبوها كي نراوها ذابت على الاخر. دونك لهنا في المرحله دي نزيدوا الحليب اللي بلاش نشاء، الحليب اللي فضل. دونك لهنا ردوا بالكم معناها خاطر يطش وكل شيء، كان فما صغار ولا حاجه بعدوهم وديجا نتوما ما ردوا بالكم على يدكم لا تحرقوا. بعد ما يكمل يذوب هذاك خاطر كي نحطوا الحليب يتكتل السكر، ما تخافوش اقعدوا حركوا لين يرجع يذوب. وبعديك نزيدوا النشاء اللي حليناه في الحليب، ونقعدوا نحركوا لين نتحصلوا على القوام هذا كما تشوفوا فيه، ولا كراميل. دونك لهنا تو في الاخر بالكل نحطوا رشه ملح. الملح يخليه معناه يصبر اكثر ويعطيك القوة نتاع الكراميل بورسالي. ونحركه شويه لين يذوب الملح ونطفيو عليه. وبالطريقه دي يكون الكراميل نتاعنا حاضر. كيما تشوفوا فيه لهنا مازال سخون، هذا القوام نتاعو، بالطبيعه كي يبرد يزيد يتقال اكثر. كيما شفتوا وصفه سهله واقتصاديه، نستحقوها كيما قلت لكم تو بريود نتاع لي جاتو، نستحقوها في لي كلاصاج نتاع لي جاتو، ولا نعملوا بها لي تاغت كراميل شوكولا بنينه برشا. ان شاء الله نعملها على قريب ونهبط لكم الرسائل.